هاد كأس افريقيا ديال الامم اللي تنظمت في المغرب ما كانتش غير بطولة ديال كرة القدم، كانت اختبار للبلاد، اختبار للقارة، وبالخصوص اختبار للطريقة اللي كيشوفوا بها المغاربة راسهم والطريقة اللي كيتشافوا بها من عند الاخرين. حيت اللي وقع حول هاد الكان كيتجاوز بزاف مجرد كرة كتكور في واحد الملعب. شفنا ردود افعال، خطابات، اتهامات، سلوكات، كيقولوا بزاف ديال الحوايج اكثر من غير ماتش وكرة. كاين شي حوايج كانوا متوقعين وكاين شي حوايج اخرين ما كانوش متوقعين، واللي بيناتو هاد الكان ما كانش مشكل تنظيم وما كانش حتى مشكل كرة القدم، كان مشكل ديال العلاقة مع النجاح، العلاقة مع التميز، والعلاقة مع واقع القارة الافريقية. الهدف ديال هاد الفيديو ماشي هو نشكيو ولا نلعبوا دور الضحية، الهدف هو نشوفوا الواقع كما هو، وبالخصوص نهضروا مع المغاربة، مع اللي بداو كيفهموا احيانا بطريقة قاصحة ان اللطف ما كيتشافش ديما كقيمة. حيت هاد الكان ما وراش غير شنو قادر يدير المغرب، وراش حاجة اخطر بزاف، شنو كاين شي ناس ما قادرينش يتحملوا يشوفوه. اول حاجة خاصها تقال هي ان هاد الموجة ديال الحقد ما جاتش من الفراغ، راه داخلة في واحد المنطق معروف ومحدد. كاين اولا اللي كان متوقع 100% ردة فعل النظام الجزائري من الايام الاولى قبل ما تبدا المنافسه حتى مزيان. بدات تطلع روبورتاجات هجوميه بلاطوهات تلفزيه فيها سب مباشر للمغرب، وروايات معموله خصيصا باش توسخ الحدث. ونكونوا صراحه، حتى واحد ما تفاجاش. هذه هي الاستمراريه ديال الحرب الاعلاميه اللي كيقودها النظام في الجزائر ضد الرباط من سنين. ولكن فين كيبدا الموضوع يولي مثير للاهتمام هو ان الموجه ما وقفتش هنا. بسرعه بدات الانتقادات كتجي من البعيد، من دول افريقيه ما عندها حتى نزاع مباشر مع المغرب، والاخطر انتقادات ما مبنياش على وقائع ولكن على نوايا. قبل حتى ما يتلعب اول ماتش كان الهضره على عنصريه المغاربه، ماشي بناء على احداث حقيقيه، ماشي بناء على حوادث مؤكده، ولكن على سمعه مفترضه واجده من قبل، غير كتسنى اي ذريعه باش تفعل. ومن بعد ملي بدات المنافسه وبان الواقع كنظيم نقي سلس مهني بلا انفلاتات كبيره، تبدل الخطاب. ما بقيناش كنسمعوا على العنصريه، ولاو كيهضروا على نقص الاجواء، بحال الا كره القدم الافريقيه خاصها تكون بالضروره مرادف للفوضى، بحال الا الرداءه جزء من الفولكلور، وبحال الا القيام بالواجب مزيان ولا مشكوك فيه. وهنا كنوصلوا لحاجه اعمق بزاف، حيت هذا الرفض ما موجهش ضد تنظيم فاشل، موجه ضد تنظيم ناجح. من تما كل حاجه ولات ذريعه باش يطيحوا في المغرب. كل فوز مغربي خاصو يكون مزور، كل هزيمه ديال شي منتخب اخر ولاش دليل على الفساد. المغرب في كل شيء كيسحب الخيوط، كيتحكم في كل شيء بلا ما شي واحد يقدر يشرح كيفاش. ما بقيناش في النقد، ولينا في واحد الرد الفعلي الاوتوماتيكي، وهذا الرد خاصو يتفكك حيت كيقول بزاف ديال الحوايج على الذهنيه اللي مازالت كتحكم اليوم في القاره. اللي خاص يتفهم مزيان هو ان هاد النوع ديال الردود ما كيطيحش من السما، راه داخل في انماط معروفه في افريقيا. وهنا فين هاد الكان ولات مهمه في التشريح. ملي شي بلد افريقي كيدير احسن من الاخرين، ملي كيخرج على الاطار المعتاد، ملي كيرفع المستوى، نادرا ما كيتجر الفوق، كيتجر لتحت. النجاح كيتشاف كخيانه، كيتشاف كتفرعن، كيتشاف كخروج على الصف. فبزاف ديال العقول كأس إفريقيا خاصها تبقى بحال ما كانت ديما، تقريبية، فولكلورية، فوضوية، بتيران متوسطة وتنظيم مهزوز. هاد الشيء ولا معيار ذهني، وملي شي واحد كيكسرو كيزعج. المغرب ملي نظم كان نقية، جدية، بنية تحتية ديال مستوى دولي. ما دارش غير خدمته، دار حاجة أخطر، حط مراية قدام القارة، وهاد المراية قاصحة حيت كتفكر بحقيقة بسيطة. إلا كان هاد الشيء ممكن في المغرب، راه ماشي إفريقيا اللي مانعة التطور، راه اختيارات، ذهنيات، عادات. ومن تما كيبقاو جوج حلول، يا إما نراجعوا راسنا يا إما نهاجموا اللي ورانا باللي ممكن. بزاف اختاروا الحل الثاني، وهنا بان نظريات المؤامرة في كل مستوى. المغرب كيتحكم في التحكيم، المغرب كيتحكم في الكاف، المغرب مسؤول على اي حاجه ما مشاتش مزيان، حتى المآسي الانسانيه تم استغلالها. وفاه صحفي مالي بازمه قلبيه تحولات، تلونات وتستعملات باش يتهموا المغرب بالاغتيال. هنا تزاد الخط، ما بقيناش في النقد الرياضي، دخلنا المجال النفسي المرضي، واللي كيزيد يضرب هو المقارنه مع كان كوت ديفوار. في الدوره السابقه انفلونسرز مغاربه مشاو رواجوا هضروا بايجابيه وخرجوا صوره زوينه على البلد المنظم، كانت نيه حقيقيه باش تتمن افريقيا. هاد المره الرد كان العكس،
ماشي في كل شيء بطبيعة الحال، ولكن بما فيه الكفاية باش ما يبقاش موضوع هامشي. وهنا بزاف ديال المغاربة بداو كيفتحوا عينيهم. هاد الكان دارت واحد الصدمة غير المتوقعة عند بزاف ديال المغاربة نفسهم. مدة طويلة شي فئة من المغاربة كانت عايشة بفكرة خاصنا نكونوا محبوبين عند الخارج، معترف بينا، مزكين. كاين واحد الاعتقاد الساذج أن الانفتاح، اللطف، الاستقبال بلا شروط غادي يتكافئوا في الأخير، أن كل ما درنا مجهود باش نعجبو كل ما تحترمنا الآخر. هاد الكان كسرات هاد الوهم، حيت رغم الاستقبال المثالي، رغم البنيات التحتية اللي قلال من الدول الإفريقية قادرة توفرها، رغم المساعدة المنتخبات ما عندهاش حتى ملاعب مصادق عليها وكتلعب ماتشاتها داخل الديار، في المغرب كان الرد هو الجحود، واكثر من هذا الشيء الشك الدائم. وهنا بزاف فهموا حقيقه اساسيه: التدلل عمره ما كيخلق صداقه، كيخلق الاحتقار. ملي تعاون بلا اطار، ملي ترحب بلا ما تطلب الاحترام، ملي تبرر راسك ديما، كتعطي واحد الاشاره واضحه راك قابل يداس عليك. وهاد الاشاره شي ناس فهموها مزيان. اللي مهم هو ان لاول مره من مده طويله بان واحد الارتداد ديال الكرامه. مغاربه قالوا باركه من جلد الذات، باركه من البحث على الرضا، باركه من الحاجه المرضيه باش نكونوا محبوبين عند ناس ما كتحترمناش. واخا خاص نكونوا واضحين هنا، ماشي المطلوب نطيحوا في العنصريه الغبيه، هادشي غباء وظلم وضد المصلحة. المطلوب هو نفهموا حاجة بسيطة: العلاقات بين الدول ما كتعنيش بالضرورة صداقة بين الشعوب. الدبلوماسية حاجة، العلاقات الإنسانية والثقافية حاجة أخرى. نقدروا نتعاونوا، نستثمروا، نعاونوا، نبنيو شراكات قوية بين الدول بلا ما نوهموا راسنا بأخوة مصطنعة بين شعوب ما عندهاش نفس الذهنيات، نفس الأكواد، ولا نفس العلاقة مع النجاح. هاد الخلط دار أضرار كبيرة، حيت ملي كتبغي بزاف تتحب، كتقبل ما يتقبلش. السب، اتهامات الفساد، محاكمات النوايا، موجات الحقد في السوشيال ميديا. هاد الكان كانت تذكرة قاصحة: الاحترام كيبدا باحترام النفس. وهنا كنوصلوا للنقطة الأكثر حساسية اللي بزاف ما باغيينش يشوفوها. هاد الكان ما فضحاتش غير مشكل في طريقة شوفان المغرب، فضحات واقع أوسع وأعمق، سلوكات معممة في القارة الإفريقية. ماشي كنقولوا كل الأفارقة، ولكن خاص الجرأة باش نهضروا على ميولات قوية، أنماط متكررة كتعاود ترجع. تمجيد الرداءة كمعيار، تمسك دائم، المؤامرة أول ما النتيجة ما تعجبش، العجز المزمن على مراجعة الذات، البحث الدائم على مسؤول خارجي لأي فشل. ملي التنظيم يفشل في شي بلاصة هو نقص الإمكانيات، ملي ينجح في المغرب هو بالضرورة فساد. ملي شي فريق يطيح عمرها ما تكون لأنه كان أضعف، ديما شي واحد غش. هاد ردود أفعال متجذرة، وطالما ما كتحاربش ما كاين حتى تقدم حقيقي. الأكثر صدمة هو أن المغرب كيساعد بزاف ديال الدول الإفريقية، كيستقبل منتخباتهم، كيحل الملاعب ديالو، كيخلي فرق تلعب منافسات دولية ما عمرها تنظمها في بلادها. وشنو كياخد في المقابل؟ قليل من الامتنان، بزاف من الشك، بزاف من الاتهامات، حب من جهة وحدة. واللي ولا غير محتمل اليوم هو تشوف مغاربة مازالين كينحنيو، كيعتذروا، كيبرروا، كيقلبوا يثبتوا انهم ناس مزيانين. بهذا السلوك ما كتربحش الاحترام، كتربح العكس تماما. ومن المؤسف نقولوها ولكن كتستاهل هذا الاحتقار. تركيز على الذات ماشي اقصاء للاخر، ماشي سب، ماشي احتقار، هو وضع الحدود، هو فهم ان الكرامة كتبدا من هنا. المغرب ما خاصوش يكون محبوب عند الجميع، حتى بلد جادي ما هو محبوب عند الجميع، ولكن خاصو يكون محترم. وهاد الكان رغم الضجيج، رغم الحقد، رغم الاتهامات العبثية، ربما خرجات بأهم من اللقب، فاقت شريحة من المغاربة. وأحيانا فتح العينين أهم من أي فوز رياضي. إلا عجبكم هذا المحتوى ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو، وضروري تتابعوا القناة باش يوصلكم كل جديد. من هنا لقدام غادي نبدا نترجم بالتدريج جميع الفيديوهات اللي درتهم بالفرنسية ونعرضهم بالدارجة باش يوصل الكلام بشكل أوضح وأقرب. شكرا بزاف لكل واحد تابع للنهاية، وكنشوفوا في الفيديو الجاي إن شاء الله.